السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ايه يا ماما معاك ايه النهارده؟ مش كويس خالص يا ريهام. ليه في ايمان؟ انا في ورطة. انا في ورطة وورطة كبيرة جدا. انا بعت عربيتي ومضطر ان انا ابيع ذهب. بس ذهب. راكبها الصبح. اضطريت ان انا ابيعها. في الكام ساعة دي؟ انا في ورطة ولازم ان انا اتصرف في المبلغ اللي انا مضطر ليه. طب في ايه؟ فانا مضطر، انا بعت العربية ومضطر ان انا استاذنك، انا عايز اخد بس شوية ذهب من عندك ابيعهم. ذهب ايه اللي انا ابيعه؟ لا دهب من يا عندك؟ حبيبي، ذهبي ما باعهوش. ذهبي ده ما باعهوش ابدا. لا يا حبيبي، ليه ان شاء الله؟ الذهب ده يفضل في حضني. بقول لك انا في ورطة. بدل ما تزودني وبدل ما تجيب لي هديه. وايه المشكلة؟ انا بقول لك لا يا هستلفه حبيبي، منك ده وبستأذنك. أنا امي لو عرفت ده تقاطعني اليوم الدين. مين؟ امي. امك؟ امي ده تقاطعني. احنا عندنا الراجل يزود ما ياخدش. يزود ما ياخدش؟ يا حبيبي، لا انا ادعي لك ربنا يفك كربك. ممكن استحمل ظروفك شويه، بدل ما بناكل 3 4 طقات ممكن ناكل طقتين بس. لا ده كتير والله، ده كتير. طب وامك وهي بتربيكي ما قالتلكيش انه لما جوزك يبقى في زنقه تقفي جنبه؟ قالت لي ان الراجل يزود الست ما ياخدش منها. انا ابويا كان بيزود عمره ما اخد منها. لا ونعم التربيه. اقول لك على حاجه، الحمد لله ان انا مش في ورطه. الحمد لله ان انا مش في ورطه. والحمد يعني؟ لله ان انا ما وقعتش في ورطه واضطريت ليكي ولا لامك ولا لذهبك. بقول لك ايه، انت تروحي تقعدي عند امك، اتكلي على الله. لا والله حاضر. يلا اتكلي على الله. عند امك بذهبك.